أول ما ندي القول نصلي على النبي الأول. نزل عليه جبريل وقال له اقراها في الأول. من يومها عاش النبي للعلم والقرآن. صبح النبي الأمي في العلوم أول. مايك مايك مايك. ازيكم يا بنات؟ ازيك يا نور؟ ايه عاملين؟ الحمد لله. كويسين يعني؟ الحمد لله. ازيك يا شوقي؟ ازيك انت يا نور؟ وابويا العمده يا شوقي؟ الحمد لله. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. عامله ايه يا مان؟ الحمد لله يا نور. مفكر في البيت. المايك ده جايزه عاليه يا زوزة. ايه عامله يا شوقي؟ كمل. ايه عامله يا شوقي؟ كويس يا نور. وابويا العمده يا شوقي؟ الحمد لله. تمام يعني؟ تمام يا نور. امال انتوا جايين من المدرسه يا؟ لسه على طول والله. يا رزقكم انتوا. هتروحوا مدارس وهتتعلموا وهتعرفوا تقروا وتكتبوا، مش زياني قاعدة في البيت معيش غير الغسيل والطبيخ والمسيح. وروح للبهايم يا بنت، وفي للبهايم يا بنت. يلا ادي الله وادي حكمته. قولي لي يا نور، هو ابوك لسه ما نهت من العلام؟ ابوي يا مري يا مري ابوي. ده ابوي لو عرف اني واقفه معاكم دلوقتي هيموتني ويقطع شلقي ويدفني في الارض حي. امانه ما حد يقول لي يا شوقي، امانه ما حد يقول لي. حاضر يا نور. قولي لي يا نور، هو ليه ابوك بيكره العلام؟ انت ما تعرفوش يا بنات ان ابو نور حاطط في دماغه ان التعليم ملوش لازمه. بيقول ان البنت الجازي والواد الارض يعني جاهل، هيتجوز جاهلي؟ هيخلف وادي مهبل ما عرفت حاجه بدون تواصل. طب يا عيني مين هيعلم ولاده؟ طب ده في مدارس دلوقتي شرطه انه يكون ابو العيل او امه متعلمين تعليم عالي. عندك حق يا هاجر، وخصوصي في الايام دي واللي حصل بعد الثوره بقي التعليم سواء للولد ولا للبنت شيء مهم جدا في حياتهم. للواد ولا للبيت؟ هم راضيين يعلموا الواد زي ما هيعلموا البيت. يا نازي ما هو ساعة اخوي مرزوع في البيت، لا رحمني ولا سيبنا تنزل، لا متعلم ولا سيبنا اتعلم. هو سعد لسه مقفل برضه؟ قفل زي ابوي تمام، زي ما يكون قلبين طوب طلع من جلسطين واحد. المهم سيبك منهم الحزانه دول. هتعلميني يا شوقي؟ هعلمك يا نور. ايوه هعلمك يا نور، لان من المفروض بعد ثوره 25 يناير يفضل حد في البلد دي جاهل. المفروض كلنا نتعلم. ايوه المفروض كلنا نتعلم ونبقى يد واحده علشان نطالب باللي احنا عايزينه. ما هي يا نور لو اخوك سعد متعلم كان عرف يشارك مع الناس اللي بيعبروا عن رايهم بحريه، وخصوصا في اللي بيحصل في البلد اليومين دول. وكل واحد فيهم بيقول رايه بحريه في اللي بيعجبوه واللي ما يعجبوش، مش يبقى قاعد كده في الدنيا زي قلته. عندك حق والنبي يا هاجر. المهم سمعت يا شوقي عن المثل اللي هيقولوه دانا في البلد؟ مثل بيقول ايه يا نور؟ بيقول اطلبوا العلم ولو في الزحري. جحرير؟ لا يا نور، ده حديث عن سيدنا محمد بيقول اطلبوا العلم ولو في الصين. ما هي يا نور لو البهوات اللي في البيت علموك كنت عرفت الفرق بين الجحاريد والصين. المهم بس علموني يا بنات، أمانة علموني يا بنات.
العلم يا اخوانا قصر الحديث، العلم شيء لازم، حروف بترفع وفيها الناصب الجازم. فتح دماغك وحضنك يا مصر يا طيب، علم عيالك حاول تكون حازم. وبعد هالها الحزينة دي هتقعد لحد امتى كده؟ لا سامعة الوصية ولا واخدة بالكلام. اعمل ايه فيها تاني القرشاهم دي؟ يا عمي في ايه يا بيه؟ في نور يا عمي. خير ان شاء الله. ده سعد جوز من الصبح يقول راح تتم وجات منين دي؟ ساعة كملة. طب كنت اصبر شوي لما اخلص اللي عندك راح جابها. يا خالتي ده هم كلهم تمدروا لا راح ولا جاب. استنى وعدك لما يجي سعد. شرفت بنتك شرفت. ألف باء يعني أم، ألف ميم يعني أخ. كنت فين يا حزيني؟ اخ كنت فين يا بيه؟ كنت عند خالتي يا أماي. واه ده احمد ولد خالتك كان هناك وقال انك مشيتي من بدري. هو أحمد كان هنا؟ يا اختي كان هنا يا اختي. كنت فين يا اخلاها؟ أقول لك يا أماي كنت فين؟ انطقي. والله أقول لك يا أماي. ليه ما هتصدق يا أماي كنت فين؟ كنت فين يا بيه؟ مش أني وأنا جاية من عند خالتي كنت ماشية في الشارع. امانه يا اختي ماني فكرك ماشي على الحيطه يا بنت. كنت فين يا اخلاها؟ أقول لك يا أماي أقول لك. أنا ما هتصدق يا أماي. يكون يا بنتي كنت قاعده مع رئيس مجلس الاداره ولا الحاج كمان مدير الاداره؟ لا يا أماي لا. أنا ما هتصدقي. انطق يا بنت ليش سرقنا يا بنت. ما تنطقي يا اخلاها. هتفرحي لي يا أماي والله هتفرحي لي. كنت فين يا اخلاها؟ كنت واقفة مع شوقية والبنات في الشارع. شوقية والبنات والتعليم والمدرسة يا المرارة والطين اللي عليك. اديها يا عم اعملي اديها. فيك يا اخلاها. اديها. ما تغوري اخلاهم انت. اعملي ايه فيك يا حزينة؟ قولي لي. اعملي ايه فيك يا حزينة تاني؟ لو بديها بنت الدين ليش عملت الدين. ما تغوري يا حزينة اعمل اطرح لجوزك انت. حاضر يا عمي. اعملي ايه فيك يا اخلاها؟ قولي لي بس. شوفي يا عمي شوفي خمار بنتك المعلومه حاجتها. جايبنا الحديث والكلام من نسوة واللي ما يسواش يا برشا ناسك. اعملي اديها ايه يا عم فيك اديها. ايه فيك تاني يا حزين؟ يا أماي. قولي لي اعملي ايه فيك تاني؟ اديها يا عم اديها. ما تغوري يا حزينة انت اعمل اطرح لجوزك. حاضر يا عمي. انت قاعد اللهم تقلقها. اعملي ايه فيك تاني؟ اعملي ايه فيك كثير؟ اديها يا عمي. ما تغوري اخلاهم انت. حاضر انت قاعد تقلقها يا عمي. واه عقليها واخلاها. ما اقولش حاجه يا عم ها. واعملي ايه فيك يا اخلاهم انت؟ قولي لي اعملي ايه فيك؟ هي اعملي ثاني. ولما في حاجه هتقطع معاك غير الجواز انت يا حزين. السلام عليكم. يا مرحبا يا ست الدكتورة. يا مرحبا. يا مرحبا يا ست الدكتورة. ازيك يا نور؟ كويسي. عاوزاكي بكلمتين يا مساعد. اتفضل يا ست الدكتورة يا مرحبا. قولي يا بنت المنشار يا ست الدكتورة. حاضر. يا مرحبا يا ست الدكتورة. سمعت انكم ناويين تجوزوا نور يا مساعد. بنتكم وانتوا حرين فيها بس النصيحه واجبه. نصيحة؟ نصيحتي يا ست الدكتورة. نور صغيره والجواز المبكر للبنت خطر عليها. خطر؟ خطر كي يا ست الدكتورة؟ على صحتها وعافيتها. انت ما سمعتيش عن بنت احمد ابو محمود؟ سمعنا يا ست الدكتورة ورحنا كمان. البنت جات لها صدمه عصبيه ورفضت ترجع لجوزها. ثم ازاي عيله زي نور دي تحرموها من التعليم وتجوزوها تشيل مسؤوليه بيت وعيال وهي مش قد المسؤوليه؟ بس يا ست الدكتورة دي عاداتنا وتقاليدنا.
فارقني اروح فين من العذاب؟ هو علشان شوية عادات وتقاليد انتوا اللي عملتوها تحرموا بناتكم من التعليم. حرام عليكم، حرام عليكم تحرموا بناتكم من التعليم، وهم كل حلمهم انهم يتعلموا. ليه تحرميها من حلمها؟ بس يا ست الدكتوره ده ابوها واخوها اللي جايين الحبيب دي. وانت يا مساعد، وانت مالكيش رأي، مجرد رأي. راي عندنا نحن النسوان يا ست الدكتوره. ما انت لو كنت متعلمة كنت عرفت ان المرأة ليها رأي في اي شيء يخص بيتها. نور صغيرة ليه تجوزوها تشيل مسؤولية بيت وعيال وهي لسه عيلة؟ ثم ما تنسيش ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، وربنا في اول آية انزلها هي اقرأ. فهماني يا مساعد؟ ما فهمكيش يا ست الدكتوره. المفروض كلنا نتعلم، كبير او صغير. طلب العلم ما فيهوش عيب. احنا المفروض نتعلم علشان نفيد نفسنا ونفيد بناتنا. فهماني يا مساعد؟ ما فهمكيش يا ست الدكتوره. ما انت لو كنت اتعلمتي كنت فهمتي ايه قصدي. على العموم وبتعالي الوحده مع الستات وانت هتفهمي اكتر. وما تنسيش يا مساعد ان العلم نور. مرة تانية. يعني خلاص انت الدكتوره خلاص هتعلم؟ ان شاء الله انا اتكلمت مع امك وان شاء الله هتتعلمي وتروحي المدرسه مع زميلات. ربنا يخليك يا ست الدكتوره ويديكي ويعطيكي ويديكي يا رب يا ست. العلم ميزة ومثل العلم يا أحباب مش بس ورقة وقلم ولا نكش جوا كتاب. تكتب وتحسب هتعرف كل شيء في الكون، لأن ربي الورى خلق البشر بإحسان. اتفضل يا فاوز. ربي يا ساتر. خير يا ولد عمي، احنا قلنا نجيلك ونتمم اتفاقنا يا ابو سعد. الشاي يا سعد. شوف يا عطو يا ولد خالي، شوف يا فاو يا ولد عمي، انا عندي قولي الراجل يتربط من لسانه. امال البركه فيك يا ابو عمدو، طول عمرك رايق. واحنا فلوسنا جاهزه، واحنا زي ما قلنا الدور اللي فات هم فدانين شرق السكه واللي انتوا عايزينه انا هديهولكم. بص يا ابو عمدو، احنا كل اللي عاوزينه 4 جراريد بس. وانا عينيا ليك، وابويا قال لك على الساعه. هو قال واحنا موافقين. اصل ابوك ده حبيبني وانت واختك نور ولادنا برضه. احنا برضه عشان فين وادي العقود جاهزه. ما ناقصهاش غير الامضه. يا شيخ ابو ده واد يا سعد، واه يا سعد، يا سعد، كلهم يا سعد. ايوه ابوي. عايزين ولا تقربوك، اقرا هذا الخدام ابوك ادري. إخواننا بصر حديث العلم شيء لازم، حروف بترفعوا فيها الناصب الجازم. فتح دماغك وحضنك يا مصري يا طيب، علم عيالك حاول تكون حاضر. همي يا سعد. الخدامة يا ابوي، الخدامة. افتحي. ولاد الحرام ما خلوش ولاد الحلال حاجة. صح يا ولدي.
معلش يا خالص ناشفه شوي. شوف له كماندي يا الدكتور. كماندي انت معبي ديبك ورق وداي. تاخذ الواد بالمره يخدموا لك على الارضيات. وربوشك لعم امك دغور. بكره بالفجريه ننزل دشني نسجلهم وتاخذ باقي القرشينات. يا جابر مين يا الزلزال ده مين؟ يا جابر مين؟ انت واكل الناسة مين؟ يا عدمو مين؟ يا جابر الحاج صالح. ازيك يا ولد اخوي؟ عامل ايه يا حاج؟ ايه اخبارك يا حاج؟ اتفضل يا حاج. ازيك يا ولد اخوي؟ ازي عيالك؟ سالم عامل ايه يا سالم يا ولد؟ ايه دوك ما توقف البيت وابوك بتلعب مع ساعة. ازيك يا ولد اخوي وازي عيالك؟ عامل ايه يا حاج؟ ايه دابا؟ ايه اللي جاب الواد هنا يا سالم؟ هيشتري الاربع قراريط يا حاج صالح. 4 قراريط؟ هتبيع عرضك ليه ان شاء الله؟ ناوي تتعلم بنتك نور ولا تساعد اياه؟ ولا هتبيعهم وخلاص؟ ما دايما يكونوا ما يضحكوا عليها. انت مالك يا حاج؟ نستأذن احنا يا جابر. وقف عندك يا حاج. يا حاج صالح فين العقد؟ ليه؟ ورولي. كيف؟ اشوفه. ليلتك مطيرة معايا انت النهارده. الله يخرب مطمنا. الله يشفي الكلاب والذمة. هي فيها حد جمعه. هي اللي انت عملته ده اكل ناسا. هي ده حاج. اسمع 8 قراريط 4 بس يا حاج صالح. اتمنى كيف انت وابوك لا تعرف تقرا ولا تكتب. الواد يا حاج فروضه في يده. يا سالم يا سالم يا سالم يا سالم يا ولد خد اقرا لعمك المكتوب. روحوا يا سالم. قوموا في البيت. عقد بيع عطيان زراعي كم قراء؟ ب4 قراريط. ودي ده عقد تاني ب4 قراريط تانيين. فين؟ يعني دي غير ده يا جويل. خدمك وبصمتك على الورقتين يعني 4 و4. وانت مغفى فاكرهم عقد واحد لكن ضحكوا عليك وقالوا لك اصل وصوره. اصله وسوري. خلاص يا واحد يا راجل. خاطرك يا حاج. وده كله عشان انت جاهل لا تعرف تقرا ولا تكتب والقام لحظ مخك. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. اديك كنت هتخربط الدنيا وهتبيع ارضك ببلاش يا عواد. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. وبعدين معاك يا ود اخوي اديك كنت هتضيع ارضك وارض جدودك ولعيالك من بعدك. الحمد لله حد العيال على قد كده وربنا ما يكون لك المناسب يا حاج. وقلت ايه يا جابر في تعليم بنتك نور؟ البت بنتك يا حاج وانت شايف الصبح يعملوا. خلاص يبقى من بكره تبعت نور بنتك لبنت شوقي تعلمها من الالف للياء عشان لما تكبر وتتجوز تطلع عيالها اعضاء صالحين في المجتمع. وانت كمان يا سعد. وانت كمان يا سعد لازم تيجي معاه وانا علي اعلمك كل حاجه. صح يا اخويا سالم. ايوه يا سعد ايوه صحيح. التعليم ده سلاح مليء بيداوي الم المجاريح. العلم ضروري في كل بيت زي الملح وزي الشيح. يلا يا عيشه ويا منصور وانت كمان يلا يا غندور نمحي العتمه نهد السور. اهل زمان والقول بيدور. العلم نور. العلم نور. العلم نور. العلم نور. العلم نور. العلم نور. البنت كانت محبة للعلم والتعليم. البنت كانت محبة للعلم والتعليم لكن العادات القديمة غطتها بالتعليم. صبرت وشقيت شوف انت كان ليه دلوقتي صباحت وزير التربية والتعليم.
سجل